مرحبا، جايه لكم ببروجكت جديد حابه ان انا اناقشكم فيه واتكلم معاكم فيه اكتر وعملت فيه ايه، وهو في قصتي اخبرت ماما واصبحت بخير. هي قصه لطيفة تفتح حوارا بين القارئ والبطل عن إدارة المشاعر والطرق الصحيحة للتعبير عنها. تعطي أخبرت ماما وأصبحت بخير الطفل دورا في توجيه البطل بحيث يشعر بأنه هو الذي يدير الموقف، مما سيمنحه الثقة لإدارة مشاعره وانفعالاته والتعبير عنها في المستقبل. القصة دي كانت أحلى حاجة فيها بالنسبة لي إن هي ما فيهاش رغي كتير، جمل بسيطة ولكن رسم مهم قوي إن هو يعبر عن مشاعر الطفل، يكون حاسسها، عايز حاجة معينة. طب في حاجة معينة في دماغه هو عايزها ومامته مش فاهماه، فإحنا دلوقتي محتاجين نقول له طيب ما تقول له مامتك إن أنت مش بتحب كذا وهتحب كذا وهكذا. هستفيد دلوقتي معاكم أكتر في البروسيس بتاعة القصة وكنت بفكر فيها إزاي وذاكرت فيها أو ذاكرت قبليها إيه علشان أوصل لحاجة معينة. كل ده هتشوفوه وأكثر في هذه الحلقة. جايه لكم بكل طاقه وحماس وداخله 2025 وانا عايزه اكسر الدنيا في اليوتيوب، بعمل فيديوز كتيره عن الكاركتر ديزاين والارت بروجكت وقصص الاطفال والقصص الانيميشن وحاجات كتيره في دماغي نفسي اعملها، ونفسي اوصل لدرع ال 100,000 سبسكرايبر. فالفيديو ده لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وتدوس سبسكرايب لو ما كنتش عامل، وتدوس على زر الجرس. اسيبكم مع الفيديو وما تنسوش اللي قلت لكم عليه. أول حاجة فكرت فيها إن الطفل ده، أو لما اتحكيت لي، أولا أنا عايزة أقول لكم إن الكتاب أو القصة دي إنتاج دار نشر اسمها كليلة ودمنة موجودة في الأردن، وكتابة النص نفسه أو كتابة الحدوتة والقصة هي نرمين مجدي. دي كانت تاني حاجة نشتغلها مع بعض، وفي حاجة تالتة وجاية في السكة بس، أو يعني هقول لكم عليها في الفيديو اللي جاي أو اللي بعديه تقريبا. فالقصة كانت عبارة عن إحنا مفروض نعبر عن في طفل محبط من تصرفات مامته اللي هي من وجهة نظرها هي كويسة، ولكن من وجهة نظره مش ده اللي هو عايزه. تمام؟ فكان على طول أي حاجة هي بتعملها متضايق، حزين. هي مثلا عمالة تأكله المكرونة، طلبت ليه المكرونة، تمام، ولكن هو يحب الملوخية، بس هو بيحضن طبق الملوخية. احنا يعني بنشوف طريقة التفكير اللي هو أول حاجة كطفل هيحس بيها ايه، ان هو هيعيط، فبيقول لنا ان هي دي الحيلة بتاعته. عرفت كيف ارتاح. أنا بحكي لكم زي الأطفال. فهيرتاح ويحل هو ايه؟ هو الصراخ. وقاعد بيوري مامته ان هو اشكال كتيره من الصراخ، وهي قاعده مستنيه يخلص نوبه الغضب بتاعته، بس هو بالنسبه له ان مامته لم تعد تهتم. فهنا كان بالنسبه لي انا محتاجه يكون الكاركتر اللي انا هرسمه ده بيعبر قوي عن مرحله الصراخ. طيب انا كنت عايزه اطور جزء من رسمي، وهو ان انا عايز اخلي الكاركتر يكون معبر جدا، يكون الوش بتاعه يكون لين بما فيه كفاية اني اعرف احط بوزز مختلفة بالنسبة له، وفي نفس الوقت البوزز دي تبين ان هو غضبان. فاول حاجة قررت اعملها وهي اني اذاكر expressions، واني ازاي ما يكونش الكاركتر مجرد وش والحاجة مطبوعة عليه او الحاجة متركبة عليه، ولكن لأ، هو يكون فلويد اكتر. قعدت اتفرج على ريفرنسز هوريها لكم دلوقتي. من الريفرنسز اللي كانت عجباني قوي هو الكاركتر ده. انا طبعا جايبه الحاجات دي اكيد من بنترست، وكان عاجبني قوي ان الوش فلويد او وش انسيابي قوي، ان انا لما احتاج ان انا اعمل بوز معين او اكسبريشن معين الاقي كل الجسم بيتحرك معايا. وكان عاجبني قوي بالذات ده في الوش وفي حته الصراخ. يعني بصوا هنا لما عمل بقه بشكل وهنا بشكل، بس ده رد فعل على الكتلة هنا والكتلة هنا والكتلة هنا بشكل مختلف. ده اللي أنا كنت حباه أكتر وحابة إن أنا أعبر فيه. الحتة دي برضو كنت عايزة ما خليش دايما الوش يكون زي ما هو دايرة وثابت، لا، الوش ممكن عادي يكون الاوتلاين بتاعه بيختلف، بتتأثر بالاكسبريشن. اول مرحلة معايا وهي مرحلة الستوري بورد، واللي انا كنت مركزة فيها اني عايزة الدنيا تكون بسيطة وفي نفس الوقت فيها تفاصيل. الطفل في السن ده هو اللي يبقى عارف اللي هياخد باله من الحاجات دي.
فحاولت ان انا في الاول خالص اعرفه على الشخصيه وفي نفس الوقت تكون غامضه، بحيث ان هو يبدا تاتا كده يحط نفسه او يتخيل نفسه مكان الشخصيه. كنت مركزه قوي ان الطفل يبدا يتعرف على اشكال الكلمات اللي هيقدر يستخدمها بعد كده، زي امي وتحبني، كلمه لا، الاطفال كلها بتقول لا، حب وامي. واهم صفحه وهي ان الكتاب نفسه بيخاطب القارئ اللي هو الطفل، بيقول طب انت جربت ان انت تكتب لها؟ طب جربت ان انت ترسم لها؟ جربت ان انت تحكي لها؟ لازم تقول لمامتك ان انت لازم تعبر لمامتك ان انت متضايق من كذا وكذا وكذا. وبعد كده اشتغلنا على الكاركتر ديزاين، وكنت هنا الصراحه مش عايزه زي ما بقول لكم ان الكاركتر يكون الجسم كده الراس متوحده، حاولت ان انا اشتغل عليها. شوف بقى الاكسبريشنز اللي اقدر اطلعها منه وهو محبط وحزين. طبعا بعد ما قريت النص يعني عرفت ان هو ممكن هيعمل ازاي هنا، لما كنت بحاول اجرب اعمل زي الاكسبريشن اللي فات. بعد ما خلصت مرحله الستوري بورد قررت ان انا اعمل سكتشات بقى للصفحات نفسها، بري اوتلاين، اللي هو خلاص انا خدت الستوري بورد، يلا بقى احط الكاركتر على يعني الكادرات بقى خلاص في المقاس بتاعها وكل حاجه. فلما خلصتها كمان عملت تيست الوان علشان اقدر اعرف المود بتاع الالوان كلها ماشي. يعني بصوا الخط اللي تحت ده الخط اللي بحس ان انا شايفه المود كله بتاع القصه منه. وبوري برضو دار النشر والكاتبه الالوان والكتاب هيبقى في الاخر شكله عامل ازاي. حتى انا بعد ما خلصته قررت ان انا اعمل نسخه كده اطبعها اشوف الالوان فيها هتبقى عامله ازاي علشان انا اتاكد. وفعلا في حاجات غيرت الالوان بتاعتها. فبعد المرحله دي بحس ان انا كده خلاص القصه خلصت بالنسبه لي، مودها اتعرف، الاوتلاين بتاعها اتعرف. المرحله اللي بعد كده وهي ان انا ببدا اشتغل على الاوتلاين بتاعها بحيث تبقى المرحله الاخيره وهي مرحله التلوين. ودي اكتر مرحله انا بحبها وبستلذ فيها جدا، ان انا افضل الون بقى ايه بمزاج. ودي بتكون برضو المرحله اللي قبل ما بلون لازم اعرف الكلاينت انا رسمت ازاي. كنت حابه قوي في مرحله التلوين ان انا استخدم برش تكون فيها احساس زي تلوين الطفل بالظبط، علشان اديله احساس ان انا عرفت اعبر في القصه بتاعتي وانت كمان هتعرف تعبر بالرسم، او يعني يحس ان القصه رسوماتها مش بعيدة عن اللي هو ممكن يقدر يعمله، علشان يبقى سهل ان هي توصل له الرسومات على طول ويفهمها. يعني مثلا في الصفحة اللي زودناها في الاخر ديت، لما القصة كمان خلصنا فيها تلوين معظم الصفحات، قررنا ان احنا نزود صفحة تانية نبين فيها الرسومات اللي اصلا عبر فيها لمامته ايه اللي هو بيحبه وايه اللي ما بيحبوش. فقررت ان انا ارسم كده الورق يكون مترصص بشكل عشوائي، وان كأنه هو بايديه دي بيدي الام الصفحات اللي هو رسمها او الرسومات اللي هو رسمها. ففي الاول رسمنا او هو رسم بشكل عشوائي كده كرة السلة وهو مش عايزها وما بيحبهاش، وبعد كده كرة القدم بيحبها وحطتها في قلب. افتكرت كده زي ما كنا بنرسم زمان بنحب ايه وما بنحبش ايه وهكذا. وهنا مثلا راسم نفسه متضايق ويرسم نفسه ورسم المكرونه وسط المكرونه حواليه فاتح بقه قوي عشان هو مبسوط قوي انه هياكل معلقه الملوخيه، ورسم الملوخيه والكوكو. هنا كأن الام بتقرا الكتاب اللي هو عن كل يوم اكله جديده دليق وبتاخد ملاحظات. هنا لما كان بيرسم لمامته ان هو حزين خلاص، لما هنا قال سأجرب ان هو هياخد يعني التجربة ان هو يقول لمامته وبيمسح دموعه بجد كوكو خالص. وده كده بشكل سريع رحلتي في قصة أخبرت ماما وأصبحت بخير. والصراحة من التجارب اللي كانت لذيذة عشان جربت ان انا اتعلم حاجات جديده، واني بالحاجات الجديده دي اجرب اطبقها في بروجكت على طول. وباي ذا واي انا لما قررت ان انا اشتغل على الكاركتر ديزاين كنت في ناس كنت بحب ان انا ابعت لهم واسالهم شايفين الكاركتر ده كده مظبوط، طب اعمل ايه، اعدل ايه وهكذا، عشان بحس ان ده بيديني ثقه اكتر ان انا عارفه ان انا ذاكرت كويس وعرفت اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. وفي نفس الوقت البروسيس بتاعه التعلم في رحله حياتي اصلا بحب ان انا اطور نفسي من حاجه واحطها في حاجه جديده. والفتره اللي جايه او ماشي هو ممكن اقول الفتره اللي جايه، بس المره الجايه في الفيديو الجاي هوريكم حاجه تانية اتعلمتها جديده وقررت ان انا اطبقها في القصه الجديده اللي برضو مع استاذه نرمين مجدي. اشوفكم في فيديو جديد والى اللقاء يا اصدقائي.